السلام عليكم ورحمة الله. قناة كاتي وبيج والمطبخ ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنصاوبو معكم عجين البيتزا من البداية إلى النهاية. تابعونا وما تنسوناش بالدعم ديالكم والتحفيزات ديالكم، لأن بفضلكم تنزيدو لقدام. غنحتاجو في هذا العجين ديال البيتزا نصف كأس مخلط بين زيت الزيتون والزيت العادية، وغنحتاجو هنايا 31 غرام ديال الزبدة وجوج معلقات ديال الزعتر اللي غنحكو بيدينا، وعندنا هنايا 12 غرام ديال الملحه و15 غرام خميره حبيبات، وعندنا هنايا كما تتشوفوا الدقيق مخلط بين الفينو والفورس، عندنا نص كيلو ديال الفورس وعندنا ربعه ديال الفينو. ندخلوا باش نبداو البيتزا ديالنا، العجين البيتزا ديالنا. كما تتشوفوا العجين ديالنا هي تتخلط كما قلت لكم، تبقاو تضيفوا الماء عينكم ميزانكم، ما خصهاش تكون جاريه بزاف وما خصهاش تكون قاصحه. العجين ديالنا هي وجدات كما تتشوفوا، حنا دهناها بالزيت وغنغطيوها بواحد السلوفان ولا بلاستيكه ونخليوها حتى تتخمر، ومن بعد غنبداو نورقو. على فكره غادي نبداو نورقو بدقيق الفينو ماشي بالفورس، تتورق هي دقيق الفينو. العجينه ديالنا كما تتشوفوها هي خمرات. الفينو باش غنورقو والليمول باش غنخدمو، اللي بغا يديرها كبيره ها المول ديالها، اللي بغا يديرها صغيره ها المول ديالها. نبداو على بركه الله عمليه تدلاك والطوراق. كما تشوفوا قسمنا العجينه ديالنا على جوج كواري باش يجيو ساهلين في الطوراق. كما تتشوفوا العجينه ديالنا حنا ورقناها، الزعتر كيبان فيها عشوه. بالمناسبه فاش تورقوا ديروا السمك رقيق، ما ديروش غليظ، وفاش تقطعوا بهذا المول ما تهزوهاش مباشره، خليوها حتى تتجمع راسها عاد هزوها، لان الا هزيتوها مباشره تيتغير ليها السيركل ديالها بحال تتكمش. من بعد غادي نتكيوها بهذا الرولو اللي تتشوفوا، نتكيوها مزيان كما تتشوفوا. اللي ما عندوش هذا الرولو يدير الفورشيط. هذا الرولو راه تيدير تقريبا شي 15 درهم، اللي بغا يشريه راه موجود في المحلات. وكما قلت لكم اللي ما عندوش يدير فرشيطه يتكي بها. الشكل النهائي ديال الميني بيتزات والبيتزا ديالنا هو هذا. كما تتشوفوا العجينه حاولوا ما طيبوهاش بزاف، ها هي كما تتشوفوا راه طبا هانتوما، لان باقا غادي طيب. طيبوها نص طيبه. الصغار تا هما كما تتشوفوا جاو رائعين. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه ديالي، ونتمنى لكم النجاح في المسيره ديالكم. إلى اللقاء في فيديو جديد مع قناة كاتي وبيج والمطبخ، ورمضان كريم مبارك علينا وعليكم.